علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 يا حسين البدار البدار من زاري قد فنيتم ما بين بيض شفايم قوم السرور كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النهار لا تريد هاشمية علويا إن تركت أمية بقراري لا تذوق المعين وقضوا ضموي بعد ضامن قضاء بحد قراري لا تمدوا لكم عن الشمس إن في الشمس مهجة المختار لا تشقوا لغال فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبار بعد قال هتكوا عن نسائكم كل خدر فهذه زينبان على الأكوار وعجل يا ابو صالح وسر سيفك بهمه جدك غريب الدار وصلفه وذم عطشان ضامي والنهار يجري يمه وصدره على الرمضان خيل الشرك محطوط عجل يا ابو صالح ولا تنسى المذابيح واجفانهم فوق الثرى من سافر وعلى الأسنة رؤوسهم مثل المصاب واجسادهم فوق الثرى انخضبت بالدموع عجل يا ابو صالح ولا تنسى خيمكم بالنار وجوها وفيها انخدرتكم يا حجة الله بالعجل ليفوت دمكم نسوانكم راحت سبايا في ذلكم عجل ولا تنسى غريب الغار والجثة اللي رضضت هالأعوجي والحرة اللي دخلت المجلس هدية حسرة بلي قناع
مسجون نادي بس هاي ما كانت على البال أطب المجلس بزنودي حبال وراسك بالطشيت وتشوف العيال وبيد العود ويوسيل من المرسل وحسينا وسيدا ومصيبته سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم بعد الإذن السادة والمشايخ. هذا الهدف الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان العبادة، ولكن هذه العبادة لا يمكن أن تتحقق وتحصل خارجا بالنحو التي يريدها، بالنحو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، إلا إذا ما اتبع هذا الإنسان إرشادات أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. العبادة لا يمكن أن تتحقق إلا بالمعرفة. يقول مولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، ما خلق الله عز ذكره الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوا عبدوه. إذن المعرفة مقدمة. إذا حصلت هالمعرفة من هذا العبد كان بإمكان العبد أن يحقق هذا الهدف، أن يحقق معنى العبودية كما يريده الله سبحانه وتعالى. ما خلق الله عز ذكره الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة سواه. فيسأل أحدهم، أحد جالس يسأل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه: وما هي معرفة الله سبحانه وتعالى؟ من وين أبدأ؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: معرفة أهل كل زمان بإمامهم. من هنا تبدأ معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت أنا إمام زماني جل الله تعالى فرجه الشريف، عرفت سائر الأئمة ولو بالمعرفة المحدودة حسب قدرتي وحسب استطاعتي. إذا عرفت الأئمة عرفت رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا عرفت رسول الله فقد عرفت الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المعرفة هي المهم تحصيلها في البداية، أن أحصل المعرفة، أن أستقي ذلك النور الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وآله. أبحث في هذا التراث العظيم، أبحث في إرشادات رسول الله صلى الله عليه وآله. وينبغي علي أنا
ألا أغتر بما حزت من بعض المعرفة أو ما شابه، طالما ورد التحذير منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا الأمر، بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن كان الخطاب موجه لابن مسعود، لكن هو في الواقع موجه إلى كل أحد. يا ابن مسعود، لا تغترن بصلاحك ولا بعلمك ولا بعملك ولا ببرك ولا بعبادتك. أن يتصف الإنسان بهذه الصفات مهم، يكون من أهل الصلاح، يكون من أهل العلم، يكون من أهل العمل، يكون من أهل البر، يكون من أهل العبادة. لكن لا يغتر الإنسان بنفسه، شايف عنده شوية صلاح، شوية علم، شوية معرفة، يسقط من الأعلى إلى الأسفل. إذا عثرت قدم هذا الإنسان يهلك، حرف عن الجاد. ثم يكمل رسول الله صلى الله عليه وآله فقرات متعددة. يا ابن مسعود، لا تحقرن ذنبا ولا تستصغرن. والله هذا ذنب صغير، والله كذبة صغيرة وغيبة صغيرة، تتسطر هالذنوب واحدة بعد الأخرى. يا ابن مسعود، لا تحقرن ذنبا ولا تستصغرن، فإن العبد إذا جاء يوم القيامة ونظر إلى صحيفة أعماله يشوفها مسطرة، دمعت عيناه قيحا ودما، دمعت عيناه قيحا ودما. إرشاد آخر: يا ابن مسعود، قصر أملك، قصر أملك، يصير عندك طول أمل. يعني يقول له: فإذا أصبحت قل إني لا أمسي. هذا آخر يوم، شلون راح أتصرف؟ وإيش اللي راح يصدر مني في آخر يوم من حياتي؟ قصر أملك، فإذا أصبحت قل إني لا أمسي، وإذا أمسيت قل إني لا أصبح. آخر ليلة لي في دار الدنيا، في هالدنيا الفانية. إلا هذا الإنسان المسكين يتشبث بحطامها، نعيم زائل ودنيا فانية كبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ممكن تقول بيت وهن ضعيف، لكن لمن حافظ على نصاب إنسانيته يقدر يشيل هذا البيت ولا يمنع مانع ولا يشكل عنده شيء أبدا. لكن قد يصل المستوى بذلك الإنسان البعيد إلى أن ينحط وينحط، يصير أضعف حتى من الحشرة. يعلق في البيت، لو ما يعلق في بيت العنكبوت، ما يقدر. هذا حال البعض مع هذه الدنيا الفانية، يعلق متشبث بهذه المادة والماديات، ويغفل عن الآخرة، عن الحياة الحقيقية، عن إرشادات أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من يلهه المرديان المال والأمل، لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم، من قبل أن يغتالك أجل. فالعقل معتصم والوهم متهم، والعمر منصرم، والدهر مرتحل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق، فإنك من خمر الهوى ثمل تعصيه، لا أنت من عصيانه وجل من العقاب، ولا من منه خجل. هذه مشكلة هذا الإنسان، عنده طول أمل، يقول يلا بكرة وبكرة، يسوف هذا الإنسان.
خلافا لإرشادات أهل البيت، خلافا لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قصر أملك، قصر أملك. كذلك يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل في دار الدنيا. الإنسان يفسد دنيا ويفسد آخرته باتباع الهوى وطول الأمل. لكن إذا سار على الدرب واتبع إرشادات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، صير حياته مختلفة. ما يصير عنده خوف من تلك العقبة وذلك الحاجز وذلك الانتقال إلى العالم الآخر، الموت. وما هو الموت؟ يقول مولانا الحسن صلوات الله وسلامه عليه: الموت أعظم سرور يرد على المؤمن. أعظم سرور ورد عليك شنو؟ لا يساوي شيء في قبال الموت. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمؤمن أعظم سرور يرد على المؤمن. نعم، وهو أعظم ثبور يرد على الكافر. إذا نظرت إلى حالتي أنا وقيمت نفسي بالنظر إلى ذلك التراث الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيت. حقيقة أنا ما مدى ارتباطي بكتاب الله وما مدى تمسكي بكتاب الله سبحانه وتعالى. أقيم نفسي حتى إذا أشوف عند نفسي تقصير أو ما شابه، لابد أن أسعى إلى تجاوز هذا التقصير قبل أن تنقضي المدة. أقيم نفسي في علاقتي مع العترة الطاهرة. حقيقة أنا متمسك بالعترة بأهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو لا؟ مجرد تبعية شكلية وظاهرية. يجب أن أصلح نفسي قبل أن تنقضي المدة. انظر إلى هالعلماء الذين أفنوا حياتهم في سبيل ماذا؟ في سبيل التقديم بين يدي الإمام المعصوم. ومثل ما قلنا أولا، الواحد لازم يبحث عن ارتباطه أولا وقبل كل شيء بإمام زمانه. أحد الأعلام يحدث مختصرا، ننقل هذه الحادثة للعظة والعبرة نختم بها. واحد اسمه ملا علي كني، رجل من الخطباء والعلماء، كان عنده شوق في أن يلتقي بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. مختصرا، أيام وليالي مضت، أفعال ما خلى مكان. ليلة من الليالي شاف الإمام في الرؤيا، في عالم الرؤيا. قال له: وين أحصلك سيدي ومولاي؟ قل: كانت أيام المحرم قريبة. قال له: احنا نحضر كل المجالس نحضرها، لكن إذا أردت أن تجد الأثر بحق وتتعلم درس، الإمام يبغى يعلم درس، يعلمنا جميعا درس. يقول له: إذا تبغى تتعلم اقصد مأتم خديجة خاتون. هذا جلس من إنه ما يعرف خديجة خاتون، سأل عنها، قالوا له في البلدة المجاورة في مأتم امرأة اسمها خديجة خاتون. مختصرا قصدها، طرق الباب، طلعت. قال لها: هذا مأتم خديجة خاتون؟ قالت له: نعم. قال لها: أنا أبغى أخدم في هذا المأتم. رجل عالم يخاطب. قالت له: المأتم أولا مأتم نساء، وعندنا خطيب رجل يجي نحط له ستار وما عندنا مكان زايد عشان أدخلك المأتم. إذا تبغى وانت مصر تقدر توقف على الباب، على باب الماتم تشتغل حارس، توقف تخدم. قال: أقبل بهذا. بدأت العشرة وصار كل يوم يجي
يفرش عبايته ويجلس على باب الماتم، يجلس على باب الماتم. إلى اليوم العاشر شاف المرأة تطلع وتدخل، سألها ويش الخبر؟ قالت له الخطيب تأخر والناس جو، المستمعة جو، ويش أسوي وياهم اليوم عاشر؟ قال له لا تقلقي، أنا خطيب وأنا أقرأ. دخل قرأ، مجلس موفق، خلص المجلس. لما أراد أن يخرج جت له قالت له جزاك الله خير، اليوم ما قصرت وياي إلا تريد طلبة هنا الدرس. قال له كل مبلغ صرفتيه على الماتم أنا أتكفل به. قالت له إلا هذه، إلا هذه. ليش هنا الدرس؟ قالت له طول السنة، طول السنة أشتغل في بيوت الناس من بيت إلى بيت، أغسل ثياب، أنظف عشان أجمع المال عشان أنصب الماتم على الحسين. الآن تجي وتبغى تدفع ثمن الماتم، يعني الحسين ما يبغاني. قال لها أبشري، ترى ما جابني إلا صاحب العصر والزمان. هذه امرأة لأن شوف شغلها طول العام لمن؟ للحسين صلوات الله وسلامه عليه، همها الحسين، تجمع المال لمن؟ للحسين، لماتم الحسين. لهذا صارت نظرة صاحب العصر والزمان إليها مختلفة. نعم، هذه امرأة ما شافت الحسين، لكن هذه علاقتها بأبي عبد الله. أقول لك يا شيعي، ما بالك بمن عاش في كنف الحسين 10 سنوات؟ القاسم بن الحسن، هذا الوديعة من المسموم من المجتبى، عايش في كنف أبي عبد الله الحسين. تدري يعني شنو الحسين؟ يعني رحمة الله الواسعة. وعايش القاسم في كنفه. وش بيشوف من الحسين؟ يقول مرت تلك السنون إلى أن جاء يوم العاشر من المحرم، وكل واحد يطلب الرخصة، يبرز للقتال ويفوز بالشهادة. كلما تقدم القاسم أرجعه الحسين، كأني به رجع إلى خيمته، وضع رأسه بين ركبته وسالت دموعه. تذكر العودة 10 سنوات. قال له أبوه الحسن إذا أصابك هم وغم شديد اعمد إلى العودة، افتحها واعمل بما جاء فيها. فتحها إذا فيها بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين يوم العاشر من المحرم قد أحاطته الصفوف والألوف، فلا تبخل عليه بنفسك ولا تقصر في نصرته، وكلما نهاك عن البراز فعاود. استبشر القاسم، ذهب مهرولا إلى الحسين. عم حسين وصية من أبي الحسن، كأني بقلب الحسين قد خفاق، سالت دموعه. يقول الخبر قال له بني قاسم هذه وصية وعندي وصية. وما هي أبا عبد الله؟ قال أن أزوجك من ابنتي المسمات هنا في هذا المكان. قال لا بد من ذلك. كأني توجه ناحية المعركة. أخي عباس، بني علي، حبيبي حبيب زهير قرير، هلموا لزفاف الشباب ونحن معهم عريس حنون، نسوى يزفون عريس حنون، نسوى يزفون. كبش الكتيبة قوم بس عاد منها زفون.
بمهجة المسموم عالزوج مسكينة دنهض يا ابو فاضل يا الضغام الباس هذا ما هو نسوى يزفون وبالمجتب نادى والحزن بفاد يا سيد السادة جاسم يزفون مبارك بعرس اليوم يا حسن يا ولوك جيب هدوم فيها بدخلون مبارك يا بن عدنان بعرس الشباب ثياب لبسها جفان فيها بدخلون آهر ومصيبته أدخله إلى الخيمة وضع يده في يد ابنة عمه خرج عنهما ساعة وإذا براعية الحسين قد ارتفعا أمام الناصر أمام المعين قام القاسم كأني بها تعلقت بأذياله إلى أين قال أما تسمعي وراعية أبيك الحسين قالت وعرسنا قال أجلناه إلى الآخرة خرج من الخيمة أحاطوا به هذه تنادي ارحم غربتنا هذه تنادي ارحم ضيعتنا ودعه الحسين وانقلب القاسم إلى الميدان إن تنكروني فأنا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المعزوم يقول حميد بن مسلم برز علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر وإذا بالأزدي اللعين يقول علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأذكلن به أمه فقلت له ألا يكفيك هؤلاء الذين احتوشوا ولا زال القاسم يقاتل يا شيعة حتى انقطع شسع عليه انحنى ليفلحه انتهز الأزدي الفرصة جاءه من خلفه رافعا سيفه وضرب القاسم على رأسه سقط القاسم مناديا عليك مني السلام يا عم يا حسين جاءه الحسين لكن بأي حال مناديا يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته هذا يوم كثر والله واتراه وقل ناصرا يقول الراوي انحنى الحسين على الغلام احتمله ولكن عجبا رأينا رجلي الغلام تخطان على الأرض
أهو قصر في الحسين أم طول في القاسم؟ يقول دققنا النظر وإذا بظهر الحسين قد انحنى. يقول الخبر جابه مدد إلى جوار الأكبر وتمدد الحسين بينهما يا شيعة. مر ينظر إلى الأكبر مناديا وولده عليا، مر ينظر إلى القاسم وولده وقاسما، والرجال ومدد ما بين أخوه، جاب ومدد ما بين أخوه، وبكى عيدهم يا ويلي وهم، وبس ما صير عنين نسوان صف، اجت رملة تصيح الله، وقفت بباب الخيمة استحت من الحسين كما يقول الخبر. دخلت زينب أخي حسين أم القاسم تريد وداع ولدها. قام أبو عبد الله وجاءت أم القاسم، ترى أمها وتشوف ولدها ممدد على التراب مخطب بدمائه، ويش يصير فيها؟ والله تموت الأم في الحال. تشوف ولدها مضاع مخطب بدمائه، كأني بها جلست وضعت رأسه في حجرها بلسان الحال. يا ابني يا جاسم ذوبت قلبي يا نور العين، مخضب يا ويلي بالدماء بالراس والجاه، شبل الحسن جسام فوق التراب لا تنام. ماتت يا عقل ميمتك من شوفتك ما تروح، شل بحياتي يا الولد بعدك يا بعدك، شبل الحسن جسام فوق التراب لا. أمك أنا جاوب عقلي لو اخذني وياه، تاهي الفكر شلون اصطبر ما احتمل شبل الحسن جسام فوق التراب لا. والله وداري انا الدوم بارينا وداري وانت بحالة تعلم، وداري يا جاسم يا ضوى عيوني، وداري انا ردتك بخر وقطعين تبي وقاسما ومصيبته وسيده. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العزيز الأعز الأجل الأكرم. يا الله صل على محمد وآل محمد وأن تعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم.
اللهم الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلول بهم. اللهم اقض حوائجهم وحوائج المحتاجين، اشف مرضاهم ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين ومسلنا من اجلهم الدعاء. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. ارحم موتانا موتى المؤسسين، خصوصا إلى روح العلامة المقدس الشيخ عباس المحروس، موتانا موتى المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة تسبقها صلاة.